كويس. المحاضرة اتلغت. يس، كان عندنا مش محاضرة، سيكشن ستراكشر واتلغى. ف مش عارفة اعمل ايه، اروح اجيب لاتيه بقى ولا اعمل ايه، ولا اروح احضر برسبكتيف هناك بكره احضر. يا جماعة انا لسه قايلة للباشمهندس كريم، عمو كريم بجد بجد، ومرة قلت للباشمهندس علاء ازيك يا عمو بجد. انا بعمل ايه بجد، انا بعمل ايه، انا ليه ببوظ الدنيا؟ يلا خير، يلا روح اجيب بقى لاتيه ولا بعمل ايه. كمان في حاجه تانية، ان انا اكتشفت برضو ان احنا عندنا كويز ديسكريت النهارده، غالبا هضطر ان انا اذاكر ديسكريت مع انها مش طايقاها. هي اصلا كانت اخر ماده في الميد ترم، فاهم؟ ما ينفع يا دبانه تبعدي عني بعد اذنك، شكرا. ماشي، فانا مش عارفه، ممكن اقعد اذاكر حاجه تانية غير الديسكريت، عشان انا بحب الايه، العته يعني. يبقى عندك امتحان فتذاكر حاجه تانية، ده انا بحب اعمل الحركه دي، بموت فيها يعني. بصوا يا جماعه، ده لاتيه and look at that. دي اوضه البرسبكتيف الجديده يعني، عشان هم بيغيروها كل 3 ايام. يا جماعه دخلت في سيكشن لوحدي عشان بجد بصوا القسم يا جماعه، القسم كله كده يعني، مش السيكشن بس الفاضي، كل القسم فاضي. بسم الله ما شاء الله. افتح الانوار بقى ونقعد مع بعض. من كرسي المعيدين احب اعرفكم بنفسي. سي هاي تو ماتيلدا. غيرت لها الاوتفيت، كانت لابسه فستان كنت عامله لها يعني قريب، بس غيرته لها بهذا الجامب سوت. والجامب سوت ده انا كنت شاريه عروسه علشان الجامب سوت اللي هي لابساه. يعني لو انتوا دول كولكتورز هتكونوا عارفين ان انتوا كتير قوي بتشتروا عرايس عشان مثلا اللبس اللي هما لابسينهم او الشوز ايفن، يعني انتوا شارين العروسه كلها عشان خاطر الحاجه اللي هي جايه معاها او كده. فيعني يس، انا سمول دول كولكتور، بس يعني الجامب سوت ده بالذات انا فاكره ان انا جايبه العروسه بتاعته عشان خاطر الجامب سوت شكله عجبني. والشوز كان من ديفا لوسي. يس I have very long time ما عملتش الهواية دي اللي هي كدول كولكتور بصراحة، بس يعني اتمنى ان انا ارجع اعملها الصراحة يعني. ده لاتيه لارج من تيامو، بتحط عليه كيس سكر دايت، بيرفو. وانا كمان باخده في كوبايتين علشان الكوبايه الواحده بتكون سخنه وطريه كده. ماشي، عايزه اذاكر بقى بس مش قادره الصراحه. عايزه اقول لكم حاجه تانية، انا مبسوطه ان القسم يكون فاضي، يعني دي حاجه مش بتضايقني، بالعكس انا بحب الهدوء، ما بحبش الزحمه. وبعدين احنا القسم بتاعنا ككمبيوتر اكتر قسم مليان طلاب، يعني احنا داخلين 85 طالب داخل قسم كمبيوتر. فاحنا اكتر ناس اصلا، بس زي ما انتم شايفين كده برضو فاضي. فبالكم هي الفكره كلها ان كل الاقسام كده عادي، يعني كل الاقسام بتبقى فاضيه اغلب الوقت، مش عارفه ليه بصراحه، مع انه احنا في اكتر قسم زحمه المفروض، هو وكهرباء دول اكتر قسمين، بس برضو فاضيين يعني. اكشلي مفيش حاجه زحمه غير بيزك، هي اكتر حاجه كانت زحمه كده، كنت يعني تتعب على ما تلاقي سكشن تترزع فيه انت واصحابك ولا اي حاجه. لكن هنا عادي يعني، صباح الفل، ادخل في الحته اللي انت عايزها. عايز تدخل في مكتب الدكتور عادي. هو كان صحيح في بيزك احنا كنا بندخل نقعد في مكتب، كنا نقعد عند مكتب باشمهندس امير بصراحه. مكتب باشمهندس امير وباشمهندس علاء، كل ما نتزنق نروح نقعد عندهم. ساعات كان اللي اسمه ايه ده بيطردونا، عاملين ايه. خلينا نكمل. بصوا انا قررت حاجه، هحاول اخلي الفيديو ده خلاص هعمله طويل وهنزله كفيديو طويل، وهقصقص منه حته هنزلها شورت، لانه انا بصراحه مش فاهمه، انا بحب الفيديوز الطويله اللي هي يعني اللونج فيديوز مش الشورت فيديوز. انا مش بحب الشورتس قوي، بس احنا مضطرين نصور شورتس يعني، فانا عايز اصور شورتس وفيديوز طويله. فانا هنزل الفيديو ده وهو طويل كده اوكي، وهنزله شورت برضو، وانتوا بقى اتفرجوا على اللي انتوا عايزينه يعني. المهم كنت اقول لكم ايه، وصلنا. كنت كنا ساعات لما الساعه بتعدي 5 تقريبا بيبتدوا العمال ايه اللي هو يلا مشوا بقى، يلا مشوا بقى، فبيقعدوا بقى يزنوا علينا كل شويه، يلا يا جماعه عشان هنقفل، يلا يا جماعه عشان مش عارفه ايه. فلما لما كنا بنتزنق يعني، كان بندخل بقى ناخد حاجتنا، كنا قاعدين مثلا بنذاكر، بنراجع حاجه، بنبوظ عربيه يعني،
والله العظيم كنا بناخد بقى كل حاجاتنا وندخل نقعد عند مكتب باشمهندس علاء وباشمهندس امير وباشمهندس ايمن، نقعد عندهم كده. هو اصلا مكتب صغير يعني، بس احنا بنقعد معاهم بقى. وبصراحه يعني بيكفينا كلنا يعني. هما فاتحين بابهم على طول. المهم يعني فكنا بنبقى مستمتعين قوي بصراحه. عربيه مش عارفه بتعمل كده كانت ايام لذيذه. ف يس بيزك زحمه بس جميله. انا بحب بيزك، مش عارفه، انا مش عايزه اكون عاطفيه because بحس ان انا عاطفيه ساعات. مش عايزه اكون كده، بحاول. انا اسفه ان انا بصور لكم من غير مايك، بس المايك في البيت ماشي. وانا جاي مزاج اصور دلوقتي، فانا اسفه اصور لكم من غير مايك بقى بصدى الصوت والحاجات دي، وانتوا يعني اعتبروا نفسكم ايه كده ماشي. حاجه تانية، انا عايزه الفتره الجايه اركز في حياتي، اركز في الاهداف البسيطه اللي في حياتي انا عايزه احققها. لان انا اهدافي تتمحور في العلم والمذاكره، عشان كده لغات. يعني مش عارفه اقولها ازاي، بس يعني actually my mental health and my real health الحقيقيه. الرياضه بجميع انواعها. انا بقالي 3 أسابيع او even اكتر. مش مهندسة حضرتك. انا بجد بتحرج قوي لما حد بيجي يسلم عليا، والله العظيم بتحرج قوي. انا بحبكم والله كلكم، بس انا بجد مش عارفه اسلم ولا اسلمش ولا اخش ولا مش. Oh my god, I'm so shy. I'm so shy. نكمل. المهم انا عايزه اركز في، وعايزه اخدكم معايا، عايزه اركز في يوتيوب جدا. لاني انا حاولت انزل على حاجات تانية، يعني انزل مثلا على انستجرام. انا مش عارفه انزل على انستجرام مع اني بحب انستجرام، بس ما ارتحتلوش. فيسبوك طبعا انا اوت اوف فيسبوك، بكره فيسبوك خالص. تيك توك نفس الكلام، ما عنديش اصلا الابلكيشن. فانا بحب يوتيوب، فبفكر اركز في يوتيوب وانزل، افضل انزل على يوتيوب فيديوز كتير مع بعض، عشان انا بحب البلاتفورم دي او الابلكيشن نفسه بقى، والفايبس ومش عارفه ايه. فيا انا عايزه اركز في حاجاتي وعايزه افكوا فيها زي ما قلت لكم. عايزه اهتم بدراستي على قد ما اقدر، عشان دي حاجه مهمه جدا وانا بحبها، وهي هدف ان انا اوصل لها، فلازم كده على قد ما اقدر. كمان اهتم بصحتي ورياضه، العب رياضه كتير واكل اكل هيلثي، عارفه to be fit احسن. وبالمناسبه عندي 3 لغات لازم امرنهم، انجلش وفرنساوي والماني. دول ال3 لغات اللي انا عايزه اتعلمهم. عايزه اتعلمهم. انا يعني not very fluent في الانجليش، بس انا عندي الجرأة ان انا اتكلم بالانجليش حتى لو هغلط. يعني لما بغلط مش بتضايق ان انا غلطت قوي، انا عادي. المهم ان انا في الاخر بتعلمه، وعشان كده لساني بيتكلم انجليش كتير لحد ما، يعني بالنسبه للفيلد اللي حواليا. بس انا هحاول اطور كمان، لان انا عايزه اكون فلوينت، يعني ريلي فلوينت، يعني ان انا اقدر اتكلم قصاد ناس مثلا هما اللغه الاساسيه بتاعتهم انجلش، فانا اتكلم انجلش قصادهم واكون واثقه من نفسي. فرنساوي، انا كنت في 3 ثانوي وتانية ثانوي واولى ثانوي وكده، كنت اللغه التانية بتاعتي فرنساوي، فعندي شويه بيزكس عنها. دلوقتي طبعا انا بقالي مثلا دي تاني سنة ما قربتش من الفرنساوي، لان انا شايفاها مادة باردة شوية عليا، وانا ما بستحملش البرود بتاعها ده، بس عايزة اتعلمها برضو. وتالت مادة هي الالماني، معرفش عنها اي حاجة. اخويا اللغة التانية بتاعته الماني، بس انا ما اخدتش الماني قبل كده، بس عايزة اخدها علشان لغة تالتة يعني معروفة هي انجليش والماني مهمين. فرنساوي عشان انا ابتديت فيه فعايزة اكمل يعني. فمش عارفه، دي السجستشنز اللي في دماغي اللي انا عايزه اكتبها في ورقه واركز فيها الفتره الجايه. حاجه كمان، عايزه ارجع احفظ مع مس حنان قران، عشان انا عايزه اوصل لليفل معين في القران. يعني انا عايزه اعدي صور معينه كده، هكون مبسوطه قوي لما اوصل لها. فحاول التزم بالحاجات دي، هي حاجات تبدو صغنطوطه، بس لو التزمت عليها اكيد 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 حياتي هتبقى احسن. فتعالوا نكتب كل الحاجات دي في ورق. وانتوا كمان عايزه اقول لكم على حاجه، وانتوا كمان
طلعوا ورقه واكتبوا كل الحاجات اللي انتوا عاوزين تحققوها في ورقه. اوكي. حاجات حتى لو بسيطه، يعني مثلا انتوا تصحوا كل يوم مثلا اول حاجه تعملوها تشربوا كوبايه ميه مثلا. حاجه بسيطه قد تكون مش هدف اصلا، انت ممكن تصحى تشرب ميه وانت مش واخد بالك، بس لو انت حاططها كهدف اوكي اتس ستيب وتحسب كهدف انت تعمله. انت كل يوم اول حاجه تصحى تشرب ميه مثلا، او مثلا اول حاجه تصحى ترتب سريرك وات ايفر. حتى لو الستيب تبان صغيره، بس تب مع تب مع تب بتعمل الحياه اللي هي اللي احنا كلنا عايزين نوصل لها ان شاء الله يعني. وطبعا عايزه اقول لكم حاجه، مستحيل كلنا تبقى حياتنا شبه بعض مهما حاولنا، مستحيل كلنا نصحى نعمل نفس الحاجات لانه احنا مختلفين، ودي نعمه من عند ربنا. بس actually يعني ممكن كده نحاول نوصل لاحسن نسخه فينا. اوكي يلا بينا. هاي يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي انا رجعت البيت الحمد لله، وجبت حاجات من طلبات، فتعالوا نعمل جروسري شوبينج الحاجات اللي انا جبتها من طلبات. وعايزه اقول كمان ان دي مش كل حاجه في الاسبوع يعني ليا، بس ده عشان انا بحاول اعمل نوع من انواع الدايت معين مخصص ليا انا كنور انا. فمش دي كل الاكل، ماما كمان بتديني اكل زياده بتعملهولي عشان انا شطوره جدا في الطبخ، فهي ماما اللي بتعملهولي يعني. بس دي حاجات مش محتاجه طبخ خالص، فخلينا نشوفها مع بعض. اول حاجه جبتها خضار وفاكهه. في فاكهه اصلا زياده مع ماما وجايبها لي في الشنطه. تفاح وايه وبرتقان. بس جبت موز عشان الموز حاجه اساسيه يعني يامي. وجبت طماطم، وجبت ده اسمه بارسلي بالانجلش، بالعربي انا معرفش اسمه بقدونس ولا كرفس ولا اسمه ايه ده شكله. اوكي بيكون حلو قوي على السلد ده. اسمه ايه اسمه ايه كرومب. بيربل وابيض، وده بيبقى حلو في السلطه يعني. هو جاي متقطع ودي احسن حاجه عشان انا بكسل اقطع النوع ده من كرومب. بعد كده جبت ده لانشون. جبته عشان هو بتاع الاصدقاء، وبتاع الاصدقاء طعمه حلو بصراحه. جبت 3 جريك يوجرت من جهينة، ده اللي هو 0.2% فات، فده بيبقى تحفه بصراحه وفيه اعلى نسبه بروتين. جبت كمان عيش توست ده من ريتش بيك مالتي جرين، طعمه حلو جدا بالمناسبة. جبت لبن عشان اللبن حاجة مهمة جدا، وبجيب لبن كامل دسم عشان بيبقى طعمه احلى. وجبت كمان عصير بيور عشان يكفيني تقريبا كل ما اخد واحد. واخر حاجه بجد او ماي جاد ماي نيو اوبسيشن الايس كريم ده من وندر فيت. او ماي جاد amazing beautiful everything. طعمه تحفة بجد. انا لما اختفى شوية وما عدتش لاقيه بجد يعني تعبت. فلما لقيته اتبسطت قوي. دلوقتي لقيته في اسكندرية عشان انا كنت لاقيه في طنطا ومش لاقيه في اسكندرية، فالحمد لله لقيته. طعمه حلو جدا وانصحكم تجيبوه، كمان زيرو شوجر والكالوريز بتاعته حلوة قوي. بس دي الحاجات اللي جبتها من طلبات. وجبت مية زيادة، وجبت بيض بالمناسبة بس ما صورتوش، بس جبت بيض كمان. بس دي الحاجات اللي انا جبتها يعني.